حبايبي أبطال أولى إعدادي، أهلا بكم في قناة ذاكر مع بيبو. في هذه القناة سنتناول مواضيع مختلفة تتعلق بالتاريخ والجغرافيا والحضارات القديمة والحديثة بطريقة سهلة وممتعة. تابعونا لتحصلوا على محتوى مفيد بيساعدكم على فهم مادة الدراسات الاجتماعية بشكل أفضل وأسهل. في هذا الفيديو سنتناول الدرس الأول في الوحدة الثانية من الجغرافيا، وبعنوان اخطار من باطن الارض. قبل ما نبدا الفيديو يا ريت تشترك في القناه، تعمل لايك، تعمل كومنت على ذوقك كده. عايزين القناه تكبر وهتكبر بيكم ان شاء الله. اخطار من باطن الارض، عندنا تمهيد كده، عندنا اخطار طبيعيه واخطار بيئيه. يعني ايه اخطار طبيعيه ويعني ايه اخطار بيئيه؟ الاخطار الطبيعيه ده كاتب لك هو دمار كبير يحدث بسبب طبيعي من عند ربنا ليس للإنسان دخل فيه، الإنسان مش بيتدخل فيه. طب الأخطار البيئية قال لك برضو تحدث نتيجة عوامل طبيعية يعني من عند ربنا، وكمان تدخل الإنسان. يعني ساعات لما الإنسان بيتدخل وساعات بتحصل من عند ربنا، الاتنين مع بعض. الأخطار الطبيعية دي ليها وعليها، يعني ليها سلبيات وليها إيجابيات. سلبيات زي اللي هي بتسبب خسائر كبيرة في الممتلكات والبشر. ايجابيات زي اللي هي بتحصل توازن ارضي، بتحقق التوازن الارضي، من غيرها ممكن يحصل خلل. لكن الاخطار البيئيه لها اضرار وسلبيات فقط، وبتجلب الكوارث على الانسان وعلى الطبيعه، وده بيأثر عليه في الحاضر والمستقبل. ده بالنسبه للاخطار الطبيعيه والاخطار البيئيه. يبقى الفرق ما بينهم ان الاخطار الطبيعيه ديت بتحصل دون تدخل الانسان ولها سلبيات ولها ايجابيات، لكن الاخطار البيئيه الانسان بيتدخل فيها ولها اضرار وسلبيات فقط. الانسان بيعتقد ان الارض دي صلبه ومستقر، لكن الله سبحانه وتعالى ادينا دلالات كتير على ان في باطن الارض دي في دمار، في غليان في باطن الارض، والدليل على ذلك الزلازل والبراكين. وهنقعد خلي بالكم خلال الوحده دي 3 دروس: اخطار من باطن الارض اللي هو الزلزال والبراكين، اخطار الميه او المياه زي الفيضانات والسهول، واخطار الرياح اللي هي الرياح. اول حاجه الزلازل والبراكين. نبدا بالزلازل. يعني ايه زلازل؟ قال لك هزات ارضيه سريعه ومتلاحقه تصيب القشره الارضيه في فترات متقطعه قد تكون ضعيفه او عنيفه. يعني في زلزال ضعيف او عنيف. لكل زلزال مركز تبدا منه الهزات وتنتشر الى جميع الاتجاهات افقيه. زي مثلا لما بترمي طوبه كده في وسط البحر، تلاقيها بتعمل دايره دايره ورا دايره ورا دايره، لكن المركز الاصلي انك رميت فيه الطوبه. اهو الدوائر دي بتمشي بحركات افقيه، مش رأسيه، افقيه، عشان بيجي لك صح وغلط. يبقى كل زلزال ليه مركز ضعف بتبدا منه الهزات تنتشر بقى الى جميع الاتجاهات بحركه افقيه. بحركه افقيه. ايه اسباب حدوث الزلزال؟ اكيد في اسباب. عندنا 3 اسباب. اول سبب قال لك وجود ضغط كبير على القشره الارضيه. في ضغط كبير على القشره الارضيه، ده بيؤدي الى تشققها، بتتشقق وتصدع، الاثنين نفس المعنى، تشقق وتصدع. والسبب الثاني هو تحرك المواد المنصهره بباطن الارض. في غليان في باطن الارض، تحرك المواد المنصهره. احنا عارفين ان في معادن في باطن الارض، وفي بترول وفي غاز طبيعي، فبالتالي بيحصل فيه غليان في باطن الارض. رقم 3 انزلاق صخور القشرة الأرضية فوق بعضها مسببة احتكاك على طول خط السطع. ايه خط السطع دوت؟ خط السطع ده منطقة ضعيفة أو منكسرة في القشرة الأرضية، فبتنزلق جواها أو فوقها صخور القشرة الأرضية، فبالتالي بيحدث الزلزال. يبقى يعني صدع، ده التعريف اللي عندك في المنهج أو في الدرس دوت. صدع هو منطقة انكسار وضعف في القشرة الأرضية. لما بينزلق عليها القشور الارضيه، صخور القشره الارضيه، بيحصل الزلزال. يبقى احنا عندنا اسباب لحدوث الزلزال. ممكن يكون بسبب وجود ضغط كبير على القشره الارضيه، في ضغط كبير على القشره الارضيه، ده بيؤدي الى تشققها وتصدعها. رقم 2 انزلاق صخور القشره الارضيه فوق بعضها، مسببه مسببه احتكاك على طول خط السطع. خط السطع ده اصلا منكسر وضعيف، فبالتالي بيحصل الزلزال. رقم 3 تحرك المواد المنصهرة بباطن الأرض، الغليان اللي بيحصل في باطن الأرض. الزلازل دي بنصنفها على حسب قوة تدميرها، وبنقيسها بعدة مقاييس. أشهر مقياس فيها مقياس اسمه مقياس ريختر.
مقياس ريختر. فعندنا انواع الزلازل 4. عندنا زلزال ضعيف، ده ممكن ما تحسش بيه، ممكن يحصل كل شويه وانت ما تحسش بيه، زلزال ضعيف. وعندنا زلزال قوي، وعندنا زلزال مدمر، وعندنا زلزال شديد التدمير. تمام. الدرجات اللي هو بيقول لك اقل من 4، من 4 ل5، من 5 ل6، من 6 ونص ل9، ده مش عليك، بس انا كاتبهم لك للمعرفه يعني. يبقى احنا عندنا زلزال ضعيف، زلزال قوي، زلزال مدمر، عندنا زلزال شديد التدمير. الزلزال الضعيف ده اللي هو اقل من 4 درجات دوت ممكن الانسان مش بيحس بيه، بيحصل وانت مش بتحس بيه. لكن القوي طبعا بيحصل فيه دمار، فيه خسائر. المدمر بيحصل فيه برضه خسائر كبيرة. شديد التدمير ده بيدمر خالص يعني. عايزين نعرف المناطق اللي بيحصل فيها ايه زلزال، او المصنفة ان محتمل لو انت موجود في الاماكن دي محتمل ان مرة واحدة يحصل زلزال. ايه هي المناطق دي؟ تعالوا نوزعهم على الخريطة قدامك. الخريطة اللي قدامك دي خلي بالك على شكل الكرة الارضية، يعني مش مستوية على قد الشاشة كده، لا ده عاملة زي الكرة الارضية. يعني لو جسمت من هنا كده اهو هتلاقي ان كده المفروض دي يلحموا ببعض، الاتنين يلحموا، الخريطة دي تلحم في بعضيها. فلو سمينا القارات هنا هتلاقي اللي دي امريكا، دي امريكا الشمالية، دي امريكا الجنوبية، دي قارة افريقيا، دي قارة اوروبا، ودي باقي قارة اسيا، ودي قارة اسيا، ودي قارة استراليا. المفروض الاتنين يلحموا ببعضيهم. هنا محيط اسمه المحيط الهادي، وهنا الهندي، وهنا الاطلنطي، وهنا المحيط القطبي الشمالي الجنوبي، وهنا المحيط القطبي الشمالي. حلو الكلام. المناطق اللي ممكن يحصل فيها زلزال قال لك سواحل المحيط الهادي، غرب الامريكتين، من انت على ديك اليسار غرب وعلى ديك اليمين شرق. غرب الامريكتين عند المناطق الحمراء دي اهو، امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه دي الامريكتين، الغرب بتاعهم. وقال لك غرب اسيا. غرب ايه؟ اسيا. واحد يقول لي ده هنا شرق، لا اقول لك ما انت اعدل الخريطه بقى هتلاقيها غرب اسيا، اللي هو المناطق الحمراء، النقط الحمراء دي. وممكن يحصل على المناطق الممتده على طول السلاسل الجبليه الالتوائيه في اسيا واوروبا. هنا اهو دي اسيا اهو، دي اوروبا دي انا اسف، ودي اسيا. النقط الحمراء دي كلها دي مناطق زلزال. وبيحصل في المناطق الضعيفه الممتده على الاخاديد. الاخدود ده بتكون منطقه ضعيفه ومنكسره، زي الاخدود الافريقي العظيم. فين الاخدود الافريقي العظيم ده؟ لو رحت لقاره افريقيا هنا اهو تحت البحر الاحمر هتلاقي في منطقه اسمها منطقه الاخدود الافريقي العظيم هنا اهو. دي منطقه ضعيفه اللي شكت قاره افريقيا عن قاره اسيا، وعملت لنا بحر هنا اسمه البحر الاحمر. ده اخدود اسمه الاخدود الافريقي العظيم، منطقه ضعيفه فبيحصل عندها زلزال، بيحصل عندها ايه؟ زلازل. دي مناطق المحتمل حدوث فيها الزلزال. طب ايه الاثار الناتجه عن الزلزال، عن الزلازل المدمره؟ طبعا هيحصل هنا ايه؟ خسائر كبيره، زي ان ممكن يحصل انكسار في القشره الارضيه زي الصوره اللي قدامك كده، انكسار في القشره الارضيه، او تدمير المدن والكباري فعلا، او تعطل حركه المرور والسكك الحديديه، او لو حصل في البحر بقى في قلب البحر تحصل موجات بحريه زلزاليه تسمى تسونامي. تسمى ايه؟ تسونامي. وهو التسونامي ده بيحصل نتيجه الزلزال. طبعا ده صعب جدا. قال لك بتوصل ارتفاع الموجه دي الامواج الى 30 متر، الى 30 ايه متر. انت متخيل يعني ايه 30 متر؟ يعني طول عماره 25 دور او 6 او 27 او 30 دور. طول عماره 30 دور، الموجه نفسها طولها 30 متر، تخيل. طبعا التسونامي ده، موجة التسونامي ده بتعمل ايه؟ بتؤدي الى تجريف رمال الشواطئ بتجرفها، وبتقتلع الاشجار من جذورها، اقتلاع الاشجار، وكمان تدمير مدن ساحليه ودمار بشري كبير جدا، ناس كتير بتموت وبيوت كتير بتغرق. يبقى التسونامي ده، موجة التسونامي بتؤدي الى تجريف رمال الشواطئ، اقتلاع الاشجار، تدمير مدن ساحليه بالكامل. ممكن يدمر مدينه ساحليه بالكامل، تدمير المدن. طب لو حصل زلزال ازاي نتعامل معاه؟ في طبعا سلوكيات للتعامل عند حدوث الزلزال، زي رقم 1 الابتعاد عن النوافذ والشرفات، يعني الابتعاد عن الشباك عشان الجزاز ما يدخلش في عينك او ممكن يعورك. اطفاء المصابيح، لو في لوند منوره تطفيها، اطفاء المصابيح. عدم استخدام المصاعد، يعني ما تستخدمش الاسانسير عشان ممكن يعطل بيك.
رقم 4 عدم التزاحم في الخروج من المباني، عشان ممكن توجعوا بعضيكم فبالتالي تموتوا كلكم، كله يموت، فما تخليش الدنيا يعني امشوا بالراحة. الجلوس اسفل المنطقة داخل المسكن او المدرسة. ايه المنطقة دي؟ اللي هي السفرة او المكتب اللي بتذاكر عليه، اقعد تحتيه عشان يحميك من اي حاجة تجع بقى، او بلوك او طوب او اي حاجة تجع بقى بسبب الزلزال. المنطقة تحميك. ده بالنسبة للزلازل. نخش بقى على البراكين. ايه هي البراكين اصلا؟ تعريفها ايه؟ جالك هي اندفاع الصخور المنصهرة والغازات من باطن الارض زي الصورة اللي قدامك كده الى سطح الارض. يعني البراكين او المواد والغازات المنصهرة بباطن الارض هتطلع من منطقة ضعيفة في باطن الارض على القشرة الارضية وتطلع لسطح الارض بقى زي الصورة اللي قدامك دي. ايه اسباب حدوث البراكين؟ هي نفس اسباب حدوث الزلازل. وجود مناطق ضعف في القشرة الارضية، تجمع الغازات المنطلقة من المواد المنصهرة اللي في باطن الارض، وتدور بقى على منطقة ضعيفة في القشرة الارضية وتنفجر منها. يبقى في سببين: وجود مناطق ضعف في القشرة الارضية، وتجمع الغازات المنطلقة من المواد المنصهرة وانفجارها ونفاذها عند نقطة ضعيفة في القشرة الارضية. يعني ترجع للسبب الاول بتلاقيها تنفجر. طب هي اهم مناطق حدوث البراكين؟ اهم مناطق حدوث البراكين طبعا زي يعني هي او مشابهه للمناطق الزلازل. هتروح تبص على المحيط الهادي اهو، المحيط الهادي الشريط الاحمر ده هتلاقيها على طول الشريط الساحلي للمحيط الهادي اهو واهو، وبتحصل فيه الزلازل. 75 من البراكين في العالم كله بتحصل على الشريط الساحلي للمحيط الهادي. عشان كده بنسميها حلقة النار، حلقة النار اللي عند سواحل المحيط الهادي. سميناها ليه بحلقة النار؟ بسبب انها يتركز بها اكثر من 75 من براكين العالم النشطة. يعني احتمال كبير لو واقف هنا تبص تلاقي بركان مرة واحدة حصل. وكمان في المحيط الهادي نفسه في جزيرة هنا اسمها جزر هاواي بيحصل فيها براكين على طول. وفي نطاق اوروبا، قارة اوروبا اهو، جنوب قارة اوروبا اهو عند البحر المتوسط، والجزر المجاورة عند البحر المتوسط بيحصل فيها براكين. ومرتفعات غرب امريكا الجنوبية، وفي قارة افريقيا عند منطقة ضعيفة جدا اسمها الاخطبوط الافريقي العظيم زي ما قلت لك هنا اهو، الاخطبوط الافريقي العظيم بيحصل فيها زلازل وبيحصل فيها براكين. من الاخر كده انا كاتب لك في المذكره كده، من الاخر كده البراكين توجد على حافات احواض البحار والمحيطات العميقه او بالقرب منها في مناطق الضعف في القشره الارضيه زي الاخدود الافريقي العظيم. عندنا الاضرار الناتجه عن حدوث البراكين، في اضرار سلبيه وفي اثار ايجابيه. طب ايه الاضرار السلبيه؟ جالك زي تدمير الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعيه. لو البركان حصل طبعا هيبوظ كل المحاصيل الزراعيه وهيدمر النبات، هيدمر المباني والمنشآت. ممكن الغازات اللي بتطلع من البركان ده تضر بصحه الانسان وبرضه الحيوان، برضه بتضر بصحه الانسان والحيوان، وبتلوث مصادر المياه السطحيه. يعني لو البركان ده كان بجوار البحر فبالتالي البركان هيطلع على المياه هيلوث المياه. طب الاثار الايجابيه للبركان ايه؟ ايه الحاجات الحلوه اللي ممكن ناخدها من البركان البراكين؟ قال لك البركان ده لما بيطلع النار بتاعته بيكون بعد كده جزر وهضاب. الهضاب دي ممكن نقعد عليها نسكن فيها في الجزر والهضاب. وكمان المواد اللي بتطلع من البراكين دي بتكون عندنا تربه خصبه من اخصب او من افضل تراب العالم. التربه اللي بنزرع فيها الزراعه بتكون تربه خصبه جدا. ده الخاص بالبراكين والزلازل. انتظروا بقى في حل واجب الدرس، ولو استفدت يا ريت تشترك في القناه وتعمل لايك وتدعو اصحابك للقناه. يعني انتظركم في فيديو جديد، مع السلامه.